واحدة بعد 30 سنة جواز جوزها اتجوز عليها وطردها، وواحدة اتطلقت راحت ترفع نفقة، المحكمة غرمتها وما حكمتلهاش، وآلاف من القصص أبطالها ستات حقيقية. فاتن حمامة لما سمعت قصة من القصص دي اتأثرت وقررت تعمل فيلم يتكلم عنهم علشان القانون ما كانش شايفهم. فاتن حمامة خدت الفيلم ولفت على منتجين كتير وكله رفض على أساس إن الفيلم مش هيتشاف، لحد ما كلمت حسين ذو الفقار اللي اتحمس ونزل بنفسه مع المخرج يسمع قصص الستات في المحاكم. ومن هنا اتولد فيلم أريد حلا. القصة عن درية اللي هي فاتن حمامة متجوزة دبلوماسي اللي هو رشدي أباظة، راجل عنيف وخاين، ولما طلبت الطلاق رفض ورفع عليها قضية طاعة. المحكمة اعتبرتها ناشز وحرمتها من النفقة. حاولت ترفع قضية طلاق لكن المحامي قال لها لازم شهود، انما انك تكوني مش مبسوطة في حياتك معاه القانون مش هيعترف بده. رفعت قضية وجابت شهود ان هو كان بيضربها، وقدام القاضي قالت ان جوزها بيطلب منها حاجات لا شرع ولا قانون يقبل بيها، لكن جوزها رد عليها قدام القاضي وقال ان هي ما تصلحش تكون زوجة. والقاضي سألها ليه ما طلبتيش الطلاق من 20 سنة، ردت عليه وقالت له انا عشت زوجة وام بأمانة، بس دلوقتي حقي اعيش انسانة ولو ليوم واحد. قضية درية فضلت 4 سنين في المحاكم وفي الاخر اترفضت. أنا 4 سنين هبتدي من جديد. دورية هانم. الفيلم هز الرأي العام وقتها وفتح نقاش كبير في المجتمع، وبعد سنين سنة 2000 القانون اتغير وبقى من حق الست ترفع قضية خلع من غير ما تثبت الضرر. فيلم واحد غير قوانين بقالها 70 سنة زي ما هي. صحيح الفن رسالة.